مرحبا بالمشاهدين مع أجدد أخبار نجوم تركيا. نجوم تركيا يحتفلوا على طريقتهم، وفي اليوم 23 من شهر إبريل من كل عام يتم الاحتفال بيوم السيادة الوطنية ويوم الطفل في تركيا. وبمناسبة هذه الإجازة الرسمية شارك نجوم تركيا صور طفولتهم، ومنهم الممثلة أفراسيريتش أولو وألينا بوز وياسمين كاي ألين والممثل بوراك دينيز وغيرهم من الأسماء الذين شاركوا صور طفولتهم بهذه المناسبة. المرشحة لرئاسة تركيا تدعم وتساند الممثلة هازال كايا. وقبل أيام قليلة كشف بأن المدعو موسى وهو نقيب سابق في تركيا قام برفع دعوة قضائية ضد الممثلة هازال كايا، طالبا بسجنها 2 و4 أشهر بتهمة إهانته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبالفعل قد قامت الممثلة هازال بذلك كردة فعل منها من بعد تهرب النقيب السابق موسى من حكم القضاء، وأصبح حرا بالرغم من ثبوت التهمة عليه، وهي باعتداء على أحد الفتيات ووفاة. وبناء على هذه الأحداث أتى رد. قالت المرشحة لرئاسة تركيا وهي مارال أكشنار: عندما تتعرض المرأة للظلم فسوف نقف بجانبها كالصخر، فلم يكفي قتل المرأة بل تريد الآن إسكاتها؟ تقضي حاليا الممثلة أيلول أستورك إجازتها في مصر برفقة زوجها وأطفالها، وشاركت الممثلة أيلول العديد من اللحظات الممتعة التي تقضيها حاليا في مصر، ذلك وعبر حسابها في الانستغرام. الممثلة هاندي إرتشال تتعرض الكثير من الانتقادات. شاركت مؤخرا الممثلة هاندي إرتشال صورا لها من إجازتها في إيطاليا مع محبيها عبر الانستغرام، والذي يفوق عددهم 30 مليون متابع. ولكن ما لفت نظر الكثير هو النحافة الزائدة التي وصلت لها الممثلة هاندي إرتشال، فالكثير من التعليقات كانت تشير بأن قدميها أصبحت مرعبة من النحافة، وغيرها من التعليقات المماثلة لهذا التعليق. أنا الصراحة شايف إنه الناس بالغوا. بالنهاية هي حرة تنحف أو تعمل اللي بدها إياه، هي حرة مرتاحة باللي بتعمله خلاص. وطبعا هذا الكلام بينطبق على الكل، على الواحد إنه يعمل اللي بريحه طالما إنه ما بيضره. وكان هذا آخر ظهور للممثلة سيريناي سيريكايا، ولكن رفضت الحديث مع الصحافة. وينطبق نفس الأمر على الممثل كينان إمرزالي أولو الذي رفض تماما الحديث مع الصحافة التركية، ذلك وفي آخر ظهور له أمام العدسات. ومع الممثل كيفان شتاتليتو قال وفي آخر لقاء سريع له مع الصحافة التركية بأن الزمن يمر سريعا، فقبل مدة قصيرة كانوا يحتفلوا بيوم ميلاد طفله الأول وهو كورت إفي. وفي سؤال الصحافة له عن فرق الأدوار التي يؤديها، فشخصيته في مسلسل العائلة مفعمة بالتنوع، أما شخصيته في فيلم ضاق الخناق على النقيض من ذلك تماما، فكيف هو كممثل يختار أدواره؟ وكان جواب الممثل كيفانش بأنه يستمتع بمختلف الأدوار التي يؤديها، وهو على حرص دائم بأن يكون كل دور يجسده هو مختلف عما سبقه، فالأهم له هو التنوع في تجسيد الأدوار، مشيرا بأنه إن قام بتكرار دور شخصية معينة في أكثر من مشروع فسيشعر بالملل على الفور، لذلك هو يفضل بأن يجسد أدوار مختلفة في كل مشروع يوافق عليه، منها ستجعل منه مندفع أكثر في عمله ويقدم أكثر للدور، ومن جانب آخر التنوع سيخدمه في مسيرته كممثل. وبالاستمرار مع الممثل كيفان شتاتليتو نشرت له مؤخرا هذه الصورة وهو برفقة إخوته. وما زلنا أيضا مع الممثل كيفانش، حيث نرى في هذه الصورة التي نشرت مؤخرا بأن الممثل كيفانش اجتمع مجددا ومن بعد 5 سنوات مع الممثل الطفل اليهان ترك ديمير، ذلك من بعد أن اجتمعوا في الماضي في بطولة الفيلم السينمائي هيا يا بني.
الممثلة جيداء أتش بعيدة جدا عن التمثيل. شيئا فشيئا بدأت الممثلة جيداء أتش تبتعد عن الشاشة أكثر وأكثر، ومن القليل جدا بأن تشارك الآن في أعمال تلفزيونية، وآخر مشاريعها هي فقط فيلم ومسلسل رقمي. أما الآن فالممثلة جيداء هي مهتمة أكثر بمشاركة يوميات حياتها، وهي في الولايات المتحدة الأمريكية عبر منصة التيك توك. والخبر الصادم الأكثر هو ما نشرته قناة دي التركية، حيث أفادت مقدمة البرنامج بأن قدير دولو ومنذ مدة طويلة هو متزوج من سيدة أخرى ونسلهان على علم بذلك. Takıldım ben. Kadir Doğulu ile ilgili öyle iddialar geliyor ki kulağımıza. Baş harfi S. S hemen alacak mesajı zaten. Baş harfi S olan sarışın bir kadınla uzun zamandır, bayağı bir zamandır beraber yaşıyorlarmış. Kadına ev açmış. Hatta ve hatta imam nikahı da yapmış. Şimdi iddiaya da bakın. Bu durumu Neslihan da biliyormuş. Ailesinden istemiş falan Evet, noktasında. evet. Biz de dedik ki nasıl ailesinden Bu böyle bir ister şey ya? olamaz dedik. Kadir Doğulu bir kadını ailesinden istemek üzere o aileye gittiğinde kardeşim aile ya da beraber gittiğin kadın demiyor mu? Resmi bir nikah var, O ne da oluyor? Neslihan'ın biliyor olması. İşte garip. امل ايش فيك اصحي. Canım kocam ve sevgili nişanlısı, biz kocaman bir aileyiz. Yıldız Hanım, bu durumu nasıl kabulleniyorsunuz? Hayatım, ben zaten nikahlı karısıydım. Sonradan gelen hanımefendiye soralım neden böyle bir şey yapmış da bizim ailenin içine girme gereği duymuş. Böyle bir şeyin içine nasıl girebiliyorsunuz? Tamam arkadaşlar. البنورز قريبا في المغرب. ولسنوات الممثل البنورز هو الوجه الإعلامي لعلامة الأزياء التجارية التركية ديفاكتو، وما زال كذلك حتى الآن. وأعلنت مؤخرا وكالة أخبار هيس بريس عن قدوم الممثل البنورز قريبا للمغرب كوجه إعلامي لعلامة الأزياء ديفاكتو، وسيتمكن محبي الممثل ألب من لقائه في المغرب في ماروكو مول.